السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم جيت نحضر معكم مادلين بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل دار. غادي نشارك معكم مادلين القديمة اللي كانت كتعجبنا وحنا صغار. زوينه بزاف، تقدروا توجدوها لوليداتكم. حاجه اللي كديريها في الدار ماشي الحاجه اللي كتشريها من السلقه. وحنايا صغار فاش كانوا كيديروا شي حاجه في الدار، شي حلوه ولا شي حاجه كانت كتجينا شي حاجه واو. المهم غندوز معكم طريقه التحضير. غندير 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، وغنزيد عليهم واحد قبصه ديال الملح و150 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نطربهم الطراب الكهربائي، نطربهم مزيان. هنايا غير سرعت من الفيديو، راني صورت معكم اللي بديت كنطرب حتى الاخر. غنبقى نطرب حتى يتغير اللون ديال البيض، يولي لون فاتح ويطلع لنا داك البيض. عاد غادي نحبسو الطراب، وغنزيد عليه كاس عنبه ديال الزيت والزبده مذوبه. غادي نخلطهم. كاس عنبه ندير نص شويه من الزبده وشويه من الزيت، وغنضيف الفاني السائله او كيس ديال الفاني، وغنضيف نص كاس عنبه ديال الحليب، وغنزيد عليهم 200 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات او دقيق نوعيه جيده، وخميره الحلويات، 2 خميرات حلويات او واحد ساشي فيه 16 غرام، مهم 16 غرام ديال خميره الحلويات. وغادي ندخل داك الطحين باش ما نخلطش بخلاط كهربائي ويطير ليا داك الطحين في الكوزينه. غادي نخلطهم مزيان ما يبقاوش ليا دوك الحبيبات ديال الطحين في الخليط. بعد ما ساليت الخليط ديالو غادي نحصل على قوام بحال هذا الشكل. هذا خاصو يجي بحال هذا الشكل، هذا يجي ثقيل شويه. ومن تما غادي نغطيه ببلاستيك غذائي، وغادي نخليه واحد ساعه يرتاح في شي بلاصه تكون دافيه. يا صديقاتي، من بعد ما دازت الساعه وارتاح لي الخليط ديالي، غادي نحركه بالملعقه باش يخرج داك الهواء، وغادي ندوز نعمرو في. صراحه انا كانوا عندي دوك كويطات ما عرفتش فين مشاو لي، لقيت غير هادو كبار شويه. كانوا عندي دوك العاديين البويض، ما بقاوليش هادو كبار شويه. المهم ما علينا، غندوز نقادهم في اللاطه. شتو جاولي هادو كبار شويه، ما جاوليش هما هادوك بحال هادوك العاديين. غادي نعمرهم. كنت كنعمر بمعلقه صراحه، ولكن خاصهم الخاطر بزاف. وغادي نرجع نعمرو في الجيب الحيواني الحلواني عفوا. وغادي نعمرهم هكا وحده حتى نساليهم كاملين، وغندخلهم للفران على درجه الحراره 160 درجه.
خاص العافيه تكون مهيله مهيله بزاف بزاف بزاف. واللي عنده ديك الفرفاره في الفران يشعل ليهم من التحت ويشعل ديك الفرفاره، واللي ما عندوش يشعل غير من التحت حتى يطلعوا مزيان مزيان، يحس بيهم باللي طابوا من التحت، عاد غيشعل ليهم من الفوق. صراحه البنات غيجربوهم كيجيو فنين فنين فنين، والله غيجربوهم راه كيجيو واعرين بزاف. كيفكروا كيقولوا ما كاين ما رخص من المادلين، علاش غنمشي نصدع راسي ونطيبها في الدار وهادي والروينه وهادي، ولكن راه ما كاينش ما احسن من الحاجه اللي كديريها في الدار، ما كاينش ما احسن من الحاجه اللي طبيعيه ودرتيها على يديك ونقيه وكتشوفي فيها وكل شيء، على حاجه اللي كتجيبيها من السوق ما عارفاش فين طابت وكيفاش تعملات وبزاف د الحوايج. المهم نتمنى تجربوهم، راه زوينين بزاف بزاف بزاف، هما غتنموش وغيعجبوكم بزاف بزاف بزاف. وهنايا صافي غادا ساليت غندخلهم للفران وغندوزو لمرحله التقديم. وهنايا بعد ما وجدوا كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين زوينين بزاف بزاف وواعرين، والمذاق ديالهم واعر واعر، وما بغيتش نزوقهم بحتى شي حاجه ولا ندير فيهم داخل حتى شي حاجه، بغيتهم تشهيتهم هكا يكونوا بحال ديك مادلين القديمه ديال شحال هذه اللي اللي كنا كناكلوها وحنا صغار، وكتجي بحال هذا الشكل. نتمنى تجربوها وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله. سلامه، خليتكم على خير.